مروة قبل التكميم كانت بتعاني من الأكل العاطفي، وراحت لدكاترة دايت كتير جدًا، حتى هي حافظة كل أنظمة وأنواع الدايت، حتى بتفكر تألف كتاب اسمه خِس مع مروة. مروة بعد 12 سنة دايت بدأت وهي 80 كيلو وصلت ل120 كيلو. مروة كانت لما بتزعل أو تغضب أو تحس بأي شعور بتروح تاكل كميات أكل كبيرة، وده كان بيساعدها سعادة مؤقتة وكمان بيسكن ويخدر وجعها النفسي. مروة عملت تكميم معدة، ولكن جالها اكتئاب شديد أول فترة بعد العملية، وكمان بعد 5 شهور زادت 5 كيلو بسبب النقنقة والتلقيط في الشيبسي والحلويات ومش عارفة ليه. ممكن تقول لي يا شريف حصل كده ليه؟ طيب الطبيعي قبل عمليات السمنة يكون في فترة تجهيز نفسيا، وده أصلا بنعمله في ورشة الأكل العاطفي أو الجلسات الفردية علشان نساعدها تتخلص من الأكل العاطفي ومن الأسباب اللي خلتها أصلا تزيد في الوزن وتستعد نفسيا للعملية زي بعض الدول المتقدمة. وده أصلا ما حصلش قبل العملية ولا حصل بعد العملية. مروة لما اتمنعت من الأكل أول فترة في التكميم دخلت في نوعين اكتئاب. أول نوع إن هي اتحرمت من مصدر السعادة الوحيد اللي في حياتها وهو الأكل، وكمان اتحرمت من المسكن اللي بيسكن أوجاعها النفسية. مروة أصبحت بلا سعادة وبلا مسكن. مروة اكتشفت إن الشيبس والبسكوت سهلين بعد العملية وكمان بيجوعوا بسرعة، وكمان الجوع اللي بيحصل بعد العملية الجوع السريع ساعدها اللي ممكن تاكل أكلات كتير على مدار كل نص أو ساعة أكلة. فاتجهت مروة من هي كانت بتاكل كميات كبيرة قبل العملية أكنها بتاخد جرعة مسكن كبيرة إلى الأكل كل نصف أو ساعة بعد العملية. والعملية كمان بتفرغ الأكل بسرعة، فممكن تاكل كميات صغيرة على مدار اليوم وفي الآخر تحس إن هي كانت كميات كبيرة قوي، 12 وجبة، 10 وجبات. مروة مشكلتها أصلا قبل العملية وبعد العملية ما اتحلتش. مروة مشكلتها الأكل العاطفي، وده محتاج جلسات للأكل العاطفي، سواء ورشة للأكل العاطفي أو جلسات فردية للتعافي من الأكل العاطفي. الأكل العاطفي حله مش دايت ولا ورقة ولا عملية ولا منجورو، محتاج تتعامل إزاي مع الطعام، أتعامل إزاي مع الأكل بشكل واعي وبشكل حدثي، وأشتغل إزاي على الكريفنج ومشاعر الذنب، وأشتغل إزاي على مشاعري وأفكاري والاسترس، واشتغل ازاي على حبي مع جسمي. وده بنقدمه لك في ورشة الأكل العاطفي أو الجلسات الفردية.